انا احترم الجار، والجار وصى على هنبيه. الجار هنا وصى عليه هنبيه، انا شكاو للمواطنين. انا ما نعطيلوش لا كونفورميتي حتى نشوف ثاني واش يدير للجيران. والآن إلى الأخبار المحلية، ونبدأها من ولاية تيارت، وبالضبط سكان حي عبد الهادي بوجلة لم يجدوا الحل سوى الخروج إلى الشارع والاحتجاج على مرقع عقاري استفاد من مشروع بناء 56 مسكن عن طريق عقد امتياز ببناية ل5 طوابق وإطلالة مباشرة على أفنية منازلهم الأرضية، الأمر الذي اعتبروه سكان هذا الحي اختراقا لحياتهم الشخصية. عادل مواز والتفاصيل. بعد مراسلات عديدة للسلطات المعنية، سكان حي عبد الهادي بوجلة بتيارت يخرجون إلى الشارع محتجين عن علو البناية المقابلة لسكناتهم الجاهزة أو ما يسمى بالبراريك، الأمر الذي اعتبروه انتهاكا صارخا للحياة الشخصية لما يتنافى واحترام الحياة الفردية والخصوصية للسكان المجاورين. كيما مديرية التعمير هذا الشخص راه فوق القانون، ما على بالو حتى بواحد، ودروك تشوفوا المشروع راكم سير سيت هنايا شوفوا الا راه داير بلاكه هذا السيد، ومن بعد ظهر ان السيد عنده مشروع تاع 56 سكن و40 محل، واخترق كل خصوص. دروك مكاش اللي راه عندنا في لالين هذه من الجوارين تاعنا راه يخرج للحوش تاعو، رانا نحشموا. انني راجل كي نخرج في الحوش تاعي راني نحشم، وما بالك بالنساء تاوعنا وببناتنا وبولادنا. قالوا هنايا مبلعين على رواحنا كالجيران. انا منين امراه حضروني مراقبين عندي 80 سنه 80 سنه عندي، وشاريتها هذه كما قال لك والدي وصلنا وين نجنا وكون جنينا. احنا بقينا تحت وما غموناش، الكاش اللي يطل الكاش اللي يخرج الخضره تاكل فينا. سما رانا مزونين، السيد الا دار لنا حيط مير دو كلوتير هنايا معناها صيح رانا في سجن. سكنات بفناء منزلي غير مسقف وبناية مقابلة تطل عليها مباشرة أتعبت سكانها. هذو ما همش العويله اللي خرجوهم، حنا رانا نخرجوا، انا ولادي الذكوره نخرجوا هذا الامر هذا الى هذه الدرجه وصلت بنا حنا. من جهتهم